طيب تفضل، أكيد عندك أسئلة كثيرة. نعم نعم. أنت رجل حزين وحيران وتايه وبتعرفش حاجة بالدنيا، تركت المسيحية لأن نعم دينهم باطل، وصرت لا ديني لأنك تبحث عن الحق، صحيح كذا؟ صحيح. طيب ليش سألتنا إحنا مسلمين ولا لا؟ كنت عايز أسألكوا شوية حاجات. تتوقع الإسلام هو الدين الحق، أو عندك إحساس بهذا؟ أعتقد ذلك. مم. كويس، تمام. طيب عندك حاجات كثيرة ولا شوية؟ لا شوية. ادينا واحدة منها. آه... سامعني كده كويس؟ تمام الصوت. سامعينك كويس. القرآن. أيوة. ما به. ما به. عاوز تسأل عن القرآن؟ إحنا المصريين دول هم اللي علمونا القرآن، ما شاء الله تبارك الله. ماله؟ ما عادي. السلام عليكم. شو ماله؟ بركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. القرآن كلام الرحمن سبحانه وتعالى. عاوز تسمع القرآن؟ نعم. في مسيحي معاكم يا اخوان؟ لأن المسيحي متحول يقول. يعني هو كان مسيحي واسلم ولا العكس؟ كان مسيحي وصار له ديني، شكله صار ما لا عجبه ديني. المسيحية وجاي هنا يسأل هنا يقول أكيد المسلمين عندهم إجابات كذا عن الأسئلة اللي في صدري. تورط في الحاجات وقال القرآن، قلنا ماله؟ قال عاوز أسمعه. طيب تفضل خلينا سمعوا نشوف، القرآن، أسأل الله يهديه. اشكالياته. طيب الان انت ربوبي ولا لا يا الرجل الحزين؟ لا أدري. لا ادري. أنت كنت يعني كاثوليكي؟ انت تتوقف في وجود الاله. نعم. جيد. الان كيف يكون الرجحان بلا مرجح يا الرجل الحزين؟ هل الرجحان يكون بمرجح ام بلا مرجح؟ بمرجح. ممتاز. اذا انت الان اثبت وجود المرجح، فما هو المرجح الان؟ من هو؟ المرجح مجهول العين ولا مجهول الحال؟ مجهول الحال. جميل جدا، ممتاز. الان المرجح هذا الذي جاء بهذا الرجحان، هل هذا مرجح شيء عادي ولا مرجح ذو عظمة ودقة؟ ما أعرفش الصراحة. الآن انظر إلى ترتيب الأكوان والكواكب فستعرف هل هذا المرجح دقيق، وحينما يصنع الفلك ويصنع يعني المخلوقات يرجح المخلوقات اللي هي الرجحان بصفة عامة، تحس أن الرجحان عظيم ولا لا؟ يعكس عظمة المرجح. أعتقد يعني. كيف؟ أعتقد. جميل جدا. إذا عرفنا حال هذا المرجح بأن هذا المرجح عظيم، ولا بد نعم. أن يكون هذا المرجح أعظم من ما جاء به من الرجحان، صح؟ نعم. جميل. فإذا نحن عرفنا أن هناك مرجح وعظيم، صح؟
نعم. طيب هذا المرجح يستحق التقدير ولا ما يستحق؟ لماذا يستحق التقدير يعني؟ للرجحان الذي جاء به. نعم. جميل جدا. يعني أبوك اللي خلفك الآن ما يستحق التقدير؟ لا. طيب فهذا تحصيل حاصل. فإذا أي مرجح تمام يستحق التقدير. فأنت من الذي جاء بك؟ أبوك، وهو المرجح، وأنت رجحان أبيك، فأنت تقدر أبيك. فما بالك بمرجح كل ما هو موجود، مرجح الموجودات، فكيف يكون التقدير تجاهه؟ لا أدري. فكر، مو لا أدري، لا تتبلد. فأنت نماذج. تتوقع أنه هذا المرجح يستحق التقدير والقدسية على ما قام به من ترجيح؟ أعتقد ذلك. جميل جدا، وأنا أعتقد ذلك. فإذا احنا عندنا مرجح، ومرجح مستحق التقدير، ومرجح عظيم وجاء بهذا الرجحان. فإذا الآن أنا وأنت أثبتنا وجود خالق لاستحالة الرجحان بلا مرجح واستحالة الدور، صح ولا لا؟ صح. خلاص إذا أنت الآن ربوبي، صح؟ نعم. جيد جدا. الآن احنا آه، وصلنا إلى مرحلة في إثبات وجود الإله. الآن صحة الإسلام وأن محمدا رسول الله. ايش الدليل على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ سمعت بالقرآن الكريم، صح؟ نعم. ممتاز. تعرف البعوضة؟ طيب قبل البعوضة كم عمر القرآن الكريم؟ تعرف؟ 1400 سنة، صح؟ نعم. جميل. طيب وطبعا العلم ليس متطور قبل 1400 سنة، صح؟ نعم. جيد. الآن البعوضة، هل تعرف أن هناك كائن حي فوق البعوضة؟ لا. جميل. ادخل لي في النت إذا تستطيع. أدخل لك فين؟ أي اكتب في النت ما فوق البعوضة، أو ما هي الحشرة التي فوق البعوضة. مم، يعني أبحث يعني أيوة شوف في النت وأنت معايا الآن. ما فوق البعوضة. حشرة حمراء اللون. الله أكبر. تعرف أن هذه الحشرة من 1400 سنة مذكورة في القرآن؟ في أي موضع؟ الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اكتب في القرآن إن الله لا يستحي، اكتب كذا بس في جوجل إن الله لا يستحي، ستجد تمام. الآية. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فما فوقها. آية تمام. محكمة صريحة أن هناك بعوضة وشيء فوقها. العلم أثبت هذا مؤخرا، والقرآن أثبت هذا من 1400 سنة. تمام. ما رأيك؟ طب. تمام. طيب
فإذا الذي جاء بهذا القرآن بس عندك صدى يا حبيبنا الكريم. نعم، الذي جاء بالقرآن هذا، أليس هذا يستحق أن يكون مرسول من المرجح؟ نعم. طيب، إذا أنت تقول بصحة القرآن بعد الإثبات العلمي، أليس كذلك؟ نعم. الله أكبر، الله أكبر. طيب ردد وراي، تفضل. قل معي: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأن محمدا رسول الله. اللهم إني أبرأ إليك اللهم إني أبرأ إليك من الشرك وأهله، من الشرك وأهله، ومن الإلحاد وأهله، ومن الإلحاد وأهله، وإنني من المسلمين. وإنني من المسلمين. الله أكبر، الله الله أكبر. أكبر. ما شاء ثبتك الله الله، تبارك الله. ما شاء الله تبارك ثبتك الله. الله يا أخانا. أنت الآن كما ولدتك أمك يا الرجل الحزين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله. ثبتك الله يا أخانا، هنيئا لك. الحمد لله. جزاكم الله خير يا أخوان على هاللمة الطيبة. وزين أن أحد الأخوة ناداني وقال إنه في رجل لا أدري أو مسيحي أو شيء من هذا القبيل، وجيت والله. الله لا يحرمكم الأجر، أثلج الله صدرك كما أثلج صدورنا يا الرجل الحزين. اللهم آمين. ثبتك الله يا أخانا. اللهم آمين. ما شاء وأي الله استفسار عندك يا الرجل الحزين، أي استفسار عندك، أخوانك موجودين، ونصيحة: احفظ القرآن واطلب العلم الشرعي الصحيح. تمام؟ نزلوا له يا تمام. أخوان كيفية الصلاة وصفة الوضوء، المقاطع الله الفيديو. ينزل لك.